السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. هنحل مع بعض النهاردة أسئلة على الدرس الثالث، الكفاح الوطني ضد الاحتلال البريطاني. يلا بينا. اختر الإجابة الصحيحة. من الطبقات الاجتماعية المصرية التي ازدهرت في ظل الاحتلال البريطاني هم طبقة مين؟ هم طبقة الأعيان. طب ليه الأعيان؟ علشان إيه؟ بريطانيا اهتمت بالزراعة والأراضي، فالطبقة دي كلما أو يعني ازدهرت كلما كان الاحتلال موجود، هي كانت مزدهرة. من أكثر الصناعات البريطانية التي استفادت من احتلال بريطانيا لمصر هي الصناعات طبعا النسيجية، لأن هم اهتموا بزراعة القطن. اعتمد مصطفى كامل في كفاحه داخل مصر ضد الإنجليز. هو داخل مصر اعتمد مصطفى كامل على مين؟ على إيقاظ وعي المصريين. طبعا ما أنا مش هعتمد على أي حد من دول، ده داخل مصر. ناقش مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية طلب شركة قناة السويس ببدء الامتياز 40 عاما بناء على طلب مين؟ بناء على طلب محمد فريد. قاد الحركة الوطنية ضد الاحتلال البريطاني في مطلع القرن العشرين هو طبعا مصطفى كامل. كان هدف انجلترا من احتلال مصر، ايه الهدف بتاع انجلترا من احتلال مصر؟ هو دعم مصالحها الاقتصادية. مصالحي، دنيتي، فانا لازم احافظ عليها. حافظت بريطانيا على السلطة الشرعية. فاكرين السلطة الشرعية؟ حافظت بريطانيا على السلطة الشرعية في مصر بعد احتلالها، ممثلة في مين؟ مين السلطة الشرعية؟ هو الخديوي مين؟ توفيق. ما مشيتوش ولا عزلته ولا أي حاجة. عملت سلطات الاحتلال البريطاني في مصر على إشاعة روح اليأس في نفوس المصريين. أنا ليه بقى ليه بعمل روح اليأس؟ بسبب إيه؟ أو ليه؟ بسبب إضعاف المقاومة. فاكر كده لما جيت قلت لك خلاص المصريين يئسوا؟ المصريين كان عندهم استحالة جلاء الاحتلال الإنجليزي. يا عم أنت بتهزر، احتلال مين اللي يمشي؟ ده دول خلاص معانا العمر كله. فهم ده اللي كانوا عايزين يوصلوا له، إضعاف المقاومة. من وسائل كفاح مصطفى كامل داخل مصر، عمل ايه مصطفى كامل داخل مصر؟ قام بتأسيس الصحف الوطنية، جريدة اللواء، لأن طبعا رفض اتفاقية الحكم الثنائي أو استغلال حادثة دنشواي أو الاتصال بالقوة الدولية، كل ده ايه؟ خارج مصر. تم توقيع اتفاقية الحكم الثنائي للسودان عام 1899 في عهد مين؟ مين اللي كان خديوي اللي كان موجود؟ عشان انت ممكن ما تبقاش عارف بالظبط. هو الخديوي عباس حلمي الثاني. عباس حلمي الثاني. السؤال الثاني، أكمل العبارات الآتية. استمرت فرنسا في مساندة مصطفى كامل لغايه ما عقدت ايه؟ فرنسا كانت مع مصطفى كامل زي الفل لغايه ما عقدت ايه؟ عقدت الاتفاق الودي مع بريطانيا. عقب حادثه دنشواي عام 1906 اضطر مين الى الاستقاله؟ هو اللورد كرومر. اعلن مصطفى كامل عام 1907 عن تاسيس الحزب الوطني. طب أنا عندي حاجتين، عندي عام 1900 وعام 1907. 1900 تأسيس جريدة اللواء، 1907 تأسيس الحزب الوطني. اكتب ما تشير إليه العبارة. محصول توسعت بريطانيا في زراعته بمصر لتوفير المادة الخام اللازمة للمصانع البريطانية. على طول أقول له محصول القطن. طبقة ارتبط نموها الاقتصادي باستمرار بقاء الإنجليز. إيه الطبقة دي؟ هي طبقة الأعيان. اتفاق نص على انفراد إنجلترا بحكم مصر
مقابل انفراد فرنسا بحكم مراكش اللي هي المغرب هو الاتفاق الودي. حادثة استغلها مصطفى كامل للتنديد يعني للرفض. تنديد يعني ايه؟ رفض الاحتلال البريطاني وسياسته القمعية في مصر، حادثة دنشواي. دعا محمد فريد إلى إنشائها لتعليم العمال والفقراء هي المدارس الشعب الليلية أو المدارس الليلية. السؤال الرابع: إلى من تنسب الأعمال التاريخية الآتية؟ طالب بالدستور وأصدر جريدة اللواء هو مصطفى كامل. دعا إلى رفض اتفاقية الحكم الثنائي للسودان عام 1899 برضه مصطفى كامل. الخديوي الذي تحول عن مؤازرة الحركة الوطنية إلى موالاة الاحتلال، إلى مساعدة الاحتلال، هو الخديوي عباس حلمي الثاني. قاد الكفاح ضد الاحتلال البريطاني والخديوي معا في وقت واحد مطالبا بالجلاء والدستور. الراجل كان بيحارب الاثنين. هو مين؟ هو محمد فريد. طالب بإنشاء مجلس نيابي له سلطات واسعة برضه محمد فريد. السؤال الخامس: اكتب كلمة صح أو خطأ مع التصويب. كان الاحتلال البريطاني نكبة على الحياة النيابية، مصيبة على الحياة النيابية. طبعا صح. تدهورت التجارة الخارجية في ظل الاحتلال البريطاني لمصر. طبعا. عملت سلطات الانتداب البريطاني على الارتقاء بالبيئة العلمية في مصر. استحالة. ده جعلت التعليم بمصروفات عالية عشان مش أي حد يتعلم، هي عايزة فئة صغيرة بس. أدرك مصطفى كامل أن التعليم هو أقوى سلاح لمواجهة الاحتلال. طبعا صح. حدث تصادم بين السلطتين الفعلية والشرعية خلال كفاح محمد فريد. هي مين السلطة الفعلية؟ هي المعتمد البريطاني. طب مين السلطة الشرعية؟ عباس حلمي. طب هو حصل تصادم ما بينهم؟ لا، ده خلاص، ده عباس بقى معاهم. يبقى ايه؟ حدث تصادم بين السلطتين؟ لا، ما حصلش طبعا، الاثنين ايه؟ كانوا مع بعض. كده احنا خلصنا تدريبات على درس الكفاح الوطني. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.